هاتي كوباية الرز وكوباية العدس دي وتعالي اعمل لك احلى اكله كده على الغدا، هتعجبك وتعجب اولادك جدا. الرز الكشري اللي هو الاصفر اللي معاه بقى البيض المدحرج او بطاطس او سلطه، اي حاجه جنبه ما بتقولش لا. هجيب طاقه حله واحط فيها معلقه سمنه كبيره، وهقطع بقى البصل معايا جوليان بنفس الطريقه ديت، او ممكن تقطعيه مكعبات صغيره زي ما تحبي. انا بقى هحمر البصل ده كده كله وهقولك هعمل بيه ايه في الاخر. اول ما يدبل معايا بالطريقه ديت هبدا اجيب بقى مكعب مرقه دجاج فوريه، او مكعب عادي، وهفرمه كده وهنزله ايه على البصله. عايزاه طعم البصله معايا واديها طعم، وانا ايه بجرنش بيها الرز بتاعي. هبدا بقى احمرها، اول ما توصل معايا التحمير بتاع اللون الذهبي زي بتاع الكشري المصري بالظبط اللي بتعمليه، هصفيها كده في قلب مصفى. اهم حاجه تصفيها في مصفى عشان يفضل مقرمش معاكي. هنزل بقى بالسمنه اللي انا حمرت فيها البصل في قلب الحله تاني، وهنزل عليها بالرز اللي انا غسلته كويس جدا، وهبدا احط عليه الملح بتاعه، وهقلبه بقى كده بنفس الطريقه كده تقريبتين تلاتة، وهنزل عليه بثلاث كوبايات ميه. انا حاطه كوبايتين، واحد رز وواحد عدس، لازم احط عليه تلات كوبايات ميه يكونوا كاملين بنفس الكوبايه بس. وهبدا كده اسيبه يتشرب على النار واغطيه، واول ما هيستوي معايا هجهز معاكم الخطوه التانية في العدس. هبدأ بقى كده اجيب الطبق اللي انا هقدم فيه. شايفين بقى لون العدس عامل ازاي؟ جميل جدا واصفر، وطعمه وريحته كانت تحفة. الرز الكشري الاصفر دوت عايزه اقول لكم جواه كمية بروتين جميلة جدا، عايزاكم تعملوه للاولاد الاطفال الصغيرة، لانه بجد حلو وطعمه حلو. معاه بقى بطاطس، بيض، سلطة، اي حاجة. عايزاكم تجربوا.